السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ أولا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل مليون سنة يا حبايب قلبي، وكل اخواتي وأهلي وحبايبي وولادي ومتابعيني كلهم طيبين وبخير وفي سعادة يا حبايب قلبي. النهاردة 21 مارس، عيد الأم. طبعا زي ما احنا عارفين، كل سنة وكل أم طيبة وبخير، وكل أم متوفية ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويعين أولادها يا رب على فراقها، ويعني على فراق ماما الله يرحمها. الأم دي يا حبايب قلبي هي أول حضن وأصدق حب. بيقولوا إن الحب كلمة، بس أنا شفت الحب ده أفعال. شفته في أمي وفي رعايتها لينا وفي سهر الليالي وفي دعوة حلوة كانت بتفتح ليا الأبواب المقفولة. هي الشخص الوحيد اللي كانت بتعرف انا مالي من غير انا ما اتكلم. هي اللي كانت بتشيل هم قبل انا ما اشيله، بتفرح ليا اكتر مني. ربنا يرحمك يا حبيبة قلبي. كانت كل ضحكة منك يا ماما بتحلي ايامي وبتحلي دنيتي. انت كنت مصبراني وعيناني على دنيتي وعلى الامي وعلى كل حاجة يا حبيبة قلبي. عيدك في الجنة يا امي، عيدك يا حبيبة قلبي في الجنة ونعيمها ان شاء الله. غاب وجهك يا أمي وغابت معاه الدنيا، بس انت حاضرة حاضرة في كل سجدة، في كل دعاء، كل سنة يا حبيبة قلبي وانت قبرك نور. في عيد الأم يا حبايب قلبي لا أملك حاجة خالص غير إني أدعي لها. باقة أدعية مني ليكي يا أمي أهديها لك، أهديها لروحك يا روح قلب بنتك. الأم هي العمود اللي ما بيملش أبدا. والله تقولوا لها المشكلة او تقولوا لها لو انتوا متضايقين في حاجة، يعني ممكن انتوا تنسوا، هتقولوا لها الحاجة وهتنسوا ان انتوا قلتوا ايه ولا اشتكيتوا بايه ولا حكيتوا ايه، لكن هي عمرها ما تنساش. بتنكوا في دماغها وفي قلبها وفي فكرها. فقدان الام يا حبايب قلبي مش فقدان بس، مش مجرد غياب، لا هو فقدان للحب والحنان والحنية والفرح. الحاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة، واللي منكم مجرب فقدان الأم هيحس بالكلام اللي أنا بقوله ده وبوجع قلبي ده. حب كده، يعني حب الأم لولادها حب نابع من القلب بدون مقابل، يعني مفيش مقابل. أمي دي كانت الحضن اللي بلجأ له وقت الضيق، وقت ما أكون متضايقة أو زعلانة. حضنها كان كله أمان، بيديني القوة وقت ضعفي، بيديني الأمان والراحة، بيديني الإحساس بالدفى كأني ملكة الدنيا كلها. بعد رحيل ماما الدنيا بقت باهتة ملهاش طعم. يعني أنا والله أنا ماسكة نفسي بالعافية، لأن أنا الصبح يعني من ساعة ما صحيت وصليت وقعدت دعيت لها وأنا مش قادرة إن أنا أتكلم. جوه قلبي حزن ما بينتهيش. يعني ماما يعني علمتني كل حاجة، بس معلمتنيش ان ازاي اقدر اعيش من غيرها، ان انا اقدر اعيش كده في غيابها. كانت هي الحياة والروح، كانت هي الحنية اللي ما بتنتهيش. اصعب فراق كان فراقك يا حبيبة قلبي يا روحي. الوجع الحقيقي هو وجع الفراق. كانوا بيقولوا مع مر الوقت انه بيداوي، لكن للأسف فراقك يا أمي ما بينتهيش. وجع وألم ما بعده وجع ولا ألم. وجع الأم ده وفقدانها صعب أوي أوي. يعني الواحد مش بيعيط بس بدموع عينيه، لا أنا بعيط بقلبي، قلبي وجعني. فربنا يرحمك يا ماما ويغفر لك ويسامحك انت وبابا. ربنا يغفر لكم يا حبايب قلبي. ربنا يرحمكم ويسكنكم الفردوس الأعلى يا رب يا رب. لما أمي ماتت حسيت إن الدنيا كلها فاضية، مع إن كان اخواتي وولادي وكله جنبي، لكن حسيت إن أنا الدنيا دي فاضية
فاضية قوي، وبالذات بقى لما تكون محتاج لها في وقت انت محتاج له بجد، محتاج ان انت ترتمي في حضنها، او ترتمي في حضنها وتشتكي لها وتقولي لها ايه اللي وجعك. فربنا يخلي كل ام موجودة. خلي بالكم من امهاتكم، ما تتلهوش في الدنيا، ما تخلوش الدنيا تلهيكم. كلموها، شوفوا ايه اللي مزعلها، متضايقة من ايه، بتحبي ايه. ما تسيبوش امكم كده لوحدها. ويا اللي مزعل امك ويا اللي مزعلة امك، الدنيا واسعة، الدنيا واسعة وملهياكم. بس للأسف بعد كده مش هتفوقوا إلا لما هي ما تكونش موجودة في حياتكم. هتحسوا إن الدنيا فاضية عليكم، هتحسوا إن انتوا واقفين بطولكم من غير ما حد يكون معاكم. الأم دي نعمة عظيمة ربنا أنعم علينا بيها. هو ده حال الدنيا، بس الفراق هو اللي صعب. ربنا يرحمك يا أمي، ربنا يرحمك يا حبيبة قلب بنتك وروحها. وحشتيني وحشتيني، وحشني حضنك، وحشني طبطبتك ليا وانت بتطبطب عليا واخداني في حضنك. كل حاجة وحشتني. يا اللي انت مخلي زوجتك ما بتروحش لمامتها، حرام، وده ربنا مش هيسامح. ولكل زوج بقوله ما تحش بنت عن امها. ويا كل زوجة يا اللي انت واخدة الابن من امه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. لكل واحدة بتعمل كده فعلا. حب الام شيء وحب الزوجة حب تاني خالص. فمش هيفوقوا من الكلام ده الا بعدين، بس للأسف بعد ايه؟ بعد فوات الاوان، بعد ما يبقى خلاص كده. خلي بالكم من امهاتكم. ربنا يخلي يا رب كل ام موجودة، ربنا يحفظها، وربنا يرحم كل ام متوفية. اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اغفر لأمي وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها، وأدخلها الجنة يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثبتها عند السؤال، واجعل مسكنها يا رب الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم امين يا رب العالمين. سامحوني يا حبايبي، انا كمان متماسكه. انا والله ربنا اللي اعلم بيا. من امبارح برضو يعني الحمد لله. آه، حافظوا على امهاتكم وخلوا بالكم منها وما تزعلوهاش. انتوا ما تعرفوش انتوا بس اقل كلمه بتعمل ايه في قلبها يعني، وبتزعلوها ازاي، مع ان هي بتحرم نفسها من اي حاجه، من كل حاجه، مش من اي، من كل حاجه، علشان انها بس تبسطكوا وتفرحكوا. فيا حبايب قلبي، ربنا يخلي امهاتكم يا رب ويرحم امهاتنا. وكل ام متوفيه ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويسكنها الفردوس الاعلى.